اهلا بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهارده. ان شاء الله النهارده هنعمل قراءة جديدة سريعة. هنكون بنشوف ايه الحاجة اللي انت محتاج تحذر منها، ايه الحاجة اللي ممكن تكون بتأثر عليك سلبا ومحتاج تاخد بالك. فهيكون معانا مجموعتين، ممكن تختاروا بالارقام رقم 1 او رقم 2 او بألوان الكريستالات. المجموعة الاولى الكريستالة الزرقاء، والمجموعة التانية الكريستالة الصفراء. ودلوقتي نبدأ الأول بالمجموعة الأولى. اخترتوا الكريستالة الزرقاء، كمان المجموعة التانية اخترتوا الكريستالة الصفراء. أهلا بيكم. المجموعة الأولى، الحاجة اللي انت محتاج تحذر منها جدا أو تاخد بالك إن أصحاب المجموعة دي انتوا هتكونوا ممكن ضاغطين على نفسكم بشكل كبير شوية. انت هتكون محتاج ان انت تمارس الاعتدال في كل شيء، تحديدا في المجهود. ان مثلا انت ممكن تكون من الناس اللي بتراكم كل حاجه وراك ان انت تعملها في وقت معين، او اللي هو انت يا اما تعمل كل حاجه بنسبه 100% وتضغط نفسك جدا وتتعب نفسك قوي وتبقى عايز المثاليه في كل شيء، يا اما ان انت ما تعملش حاجه خالص. او هتكون ما مش حاطط مثلا لنفسك يوم او حتى ساعه في كل يوم ان انت تاخد نفسك، ان انت تركز شويه على نفسك، تعمل حاجه بتحبها، ساعه تقضيها مثلا في راحه، ان انت تاخد نفسك. اكتر حاجه محتاج تحذر منها ان انت ما تاخدش نفسك، ان انت تكون كل حاجه مثلا ورا بعض، ان انت ما تديش لنفسك فرصه ان انت تريح شويه، لان ده هيكون بيأثر عليك جدا. فانت محتاج تنظم وقتك بحيث ان انت يكون عندك وقت للراحه، وده هيكون جاي من ان انت تدير وقتك بطريقه صح. لان احنا كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، بس تفرق ان انت ترتب اولوياتك، تظبط يومك بحيث ان انت تدي لنفسك وقت ان انت ترتاح شوية. لكن لو سبت كل حاجة كده انت هتكون ولا عارف انت تنجز ولا عارف ان انت حتى ترتاح، هتكون كده بين الاتنين. بالعكس، ده الراحة كمان هتكون بعد كده بتديلك فرصة ان انت تشتغل احسن، بدل ما تكون بتشتغل مثلا بطاقة قليلة. والرسالة بقى التانية او المعنى التاني اللي ممكن يكون برضو بنسبة كبيرة ينطبق عليكم، ان انت تكون بتفكر كتير جدا، فانت مش بتاخد نفسك، بتحس ان عقلك يعني سحلك بمعنى اصح. فاللي انت محتاج تحذر منه هي ان انت تسيب عقلك ان هو يكون شغال 24 ساعة، ان انت ما تكونش مسيطر على عقلك، ان يكون هو اللي مسيطر عليك. فكده هيكون يعني بيحولك لحاجة صعبة جدا، لان انت متوتر جدا، لان انت طول اليوم بتفكر. فابدأ ان انت تعمل مديتيشن، توقف عقلك شوية، ان انت مثلا تشغل اصوات طبيعة او حاجة هادية تسرح فيها، ان انت مثلا تبدأ ان انت تردد توكيد او ذكر معين بحيث ان انت تقلل شوية من تفكير عقلك، تحديدا في فترة قبل النوم. فشوف الطريقة اللي تخلي عقلك شوية يقلل تفكير، ان انت مثلا تعمل اي حاجة فنية زي تلوين او اي حاجة فنية، ده يكون بيقلل من التفكير شوية. ان انت تطلع تقعد مع ناس بتحبهم، ما تقعدش لوحدك مثلا عشان ما تفكرش كتير، تحديدا لو في حاجة شغلاك اوي الفترة دي. فهتكون دي رسالتك النهاردة، اللي انت محتاج تحذر منه ان انت ما تاخدش نفسك، ان انت تسحل نفسك. كده نكون خلصنا، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. اهلا بيكم. المجموعة التانية اللي اخترتوا الكريستالة الصفراء، كتير منكم اللي هيكونوا دخلوا الفيديو بتاع النهاردة هتكونوا بتسمعوا المجموعتين لان متشابهين جدا، فاسمعوا المجموعة الاولى لو ما سمعتوهاش. الرسالة بتاعتك بتقولك ان اللي انت محتاج تحذر منه هي فكرة المثالية الزيادة قوي او اضطراب المثالية، ان انت مثلا تكون حاطط ضغط على نفسك، ان انت محتاج ان انت تكون مثالي جدا بالنسبة للناس اللي حواليك، يكونوا راضيين مثلا 100% عنك. ان انت تحط على نفسك ضغط ان انت تكون بتعمل مجهود كبير جدا اكبر من اللي انت محتاج تعمله. يعني مثلا تحط خطة وهمية شوية، ان انا المفروض النهاردة ان انا اعمل كل حاجة بتاعت مثلا الشهر، دي بتبقى حاجات شوية وهمية، ومثلا لو عملتهاش تقعد تجلد ذاتك جدا. ان انت تكون بتحط ضغط على نفسك ان انت ما تسامحش نفسك مثلا على اخطاء الماضي. فده اللي انت محتاج تعذر منه، الضغط على نفسك او اضطراب المثالية. فالمسج بتقولك ان انت خف شوية على نفسك، ان انت تعمل حاجة يمكن افضل من انت تكون مش بتعمل حاجة خالص، او انت مستني ان انت تعمل الحاجة 100% او ما تعملهاش خالص. فالكمال عموما مفيش حد هيقدر ان هو يوصل له، فمحتاج تحذر من فكرة ان انت ما تكونش راضي على نفسك وان انت تكون ساحل نفسك. فكده نكون خلصنا قراءتكم، وان شاء الله نشوفكم قريب في فيديو جديد.